ايه اول حاجة المفروض تعلمها لابنك او لبنتك في مرحلة التأسيس؟ اول مسكة قلم. مدرسين الحضانات، اي معلمة تأسيس، اي حد عنده حضانة، اللي شغال في حضانة بالذات يركز معايا في الفيديو ده، او اي حد عنده ابن لسه بيتأسس وحريص انه يتأسس من البداية، وازاي يتعلم اول حاجة، وازاي يتأسس بطريقة صحيحة. يركز معايا في الفيديو ده. اول حاجه هتعلمها له اول مسكه قلم لسه يا دوبك، ده لو عنده 3 سنين حتى. ركز في اللي هقوله في الفيديو ده. اللي في تاسيس الانجليش طبعا بتعرفه ان الانجليش بيمشي من الليفت للرايت، من الشمال لليمين. بتديله الماركر ده، ما تقولوش بقى قلم. وانت بتعلمه بتستخدم شويه vocabularies، شويه كلمات. اول حاجه اهو كلمه جات لك اهو، ما تقولوش بقى قلم، ما تقولوش قلم سبوره. ماركر، اتس ا ماركر. اوكي، بتعرفوا ان الانجليش بيمشي كده اهو اهو، من غير قبل ما يكتب تعمل كده على الهوا كده، ها اهو، على الهوا كده. بعد ما يمسك الماركر يمشي كده خط مستقيم عادي كده، ايه، من الشمال لليمين. بس انا عايزه يعرف الاتجاهات، ايده هتمشي ازاي. انا عايز ايده تتعود تمشي من الشمال لليمين. اهو ماسك الماركر ماشي، اهو خط مستقيم عادي اهو ماشي. سيبه ايه، هو طالع نازل عادي. وبرضه هو ماشي بتستخدم معاه شويه فوكاب بالانجلش. يعني مثلا تقول له ايه، سلو فاست، يعني بسرعه. سلو ستوب يقف. تقول له جو ستوب. ده اول حاجه. ايده عرفت ان الانجليش ماشي from left to right. عرف ان ده اسمه ماركر، عرف ان دي اسمها بورد. عارف ان الانجليش ماشي from left كده. عقله ومخه بيبتدي يفهم الاساسيات، ان الانجليش ماشي كده، وان ده ماركر. عمره ما هيقول عليه قلم سبوره. خلاص انت زرعتها في مخه ان ده ماركر، وزرعت في مخه ان دي بورد. ممكن ينسى ان اسمها سبوره اصلا، يقول لك بورد. اوكي، بعد كده برضه بتعود ايده، لازما تعود ايده تمشي صح from left to right. اهو مثلا كده اهو up down stop up down كده. والعكس صحيح، down up up وكده. طول ما ايده ماشيه كده مظبوطه، ايده بتتعود يمشي صح من البدايه. بعد كده بترسم له خط اهو، ما ينزلش عن الخط. يعني هو اهو طالع نازل طالع، ما ينزل. لو نزل كده ستوب، you did a mistake, don't do that. تشجعه دايما اهو ما ينزلش عن الخط عشان يظبط الدنيا. لازم تمشي معاه خطوه بخطوه من البدايه. الحاجات دي مهمه جدا من البدايه. ما ينفعش اول ما يجي ماسك له القلم واكتب له كلمات. No, don't do that. That's completely wrong. اوعى تعمل كده. الطفل لسه عامل زي العجينه في ايدك، انت اللي بتشكله. عشان كده مرحله الحضانه مهمه جدا جدا. دي اهم مرحله في حياه الطفل. فلو سمحتم اختاروا حضاناتكم صح، واهتموا بالتاسيس في البدايه، لان دي اهم مرحله، ودي اول ستيب، واول مسكه قلم بيشوفها في الحضانه، اول تعليمات بياخدها من مدرسه الحضانه. كل اللي بيزرع في دماغه من البدايه. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي تحت في الكومنتس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنساش لو انت اول مره تشوفني ايه، تعمل سبسكرايب لو انت بتتفرج عليا على اليوتيوب، او تعمل فولو للبيج لو انت بتتفرج عليا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.